يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو فرصة لتجسيد إرادة المرأة والتحديات التي تواجهها في جميع أنحاء العالم. وللحديث أكثر عن هذه المناسبة يسرني أن أستضيف المنسقة الوطنية للائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، السيدة بشرى عبدو. أهلا بك سيدة بشرى. أهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سيدتي. بداية سيدتي، هذه المناسبة مناسبة اليوم العالمي للمرأة ماذا تمثل لكم وما هي دلالاتها؟ أولا تحية عالية لكل النساء المغربيات في عيدهم الأممي 8 مارس. بالنسبة لنا 8 مارس هو يوم من أجل تقييم حصيلة سنوات من النضال من أجل الوقوف على المكتسبات، وكذلك تسجيل التحديات المقبلة، وكذلك ما هي مطالبنا المستقبلية. بالطبع اليوم في 8 مارس تنتسائلوا واش حقيقة كل المطالب ديالنا تحققات، واش النساء اليوم تيحتلوا نفس المراكز القرار السياسي الاقتصادي الاجتماعي مثل الإخوان ديالهم الرجال، واش اليوم كذلك العنف ما بقاش يتمارس بنفس الحدة اللي كانت يتمارس والأرقام ديالو تقلصات، واش اليوم كذلك النساء في المواقع القرار السياسي حاضرين بقوة وبجدارة كذلك وبمناصفة متساوية مع الرجال، واش اليوم كذلك كل القوانين الظالمة والتمييزية قدرات تاخذ المسار ديالها من اجل تحل وانها تكون تنبني حقيقة على المساواة الحقيقية بين النساء والرجال. ربما ذكرت مجموعة من التحديات، ماذا عن المكتسبات؟ هل لم تحقق المرأة المغربية في السنة المنصرمة والسنة الجارية بعضا من المكتسبات؟ بالطبع ما ممكنش نكونوا سوداويات، بالطبع هناك عدة مكتسبات حققتها المرأة المغربية. باش نتكلموا اليوم على قانون 103/13 اللي صدر وتحمي النساء المغربيات من العنف، كذلك باش نتكلموا على قانون الجنسية اللي اليوم كذلك تعطي الحق المرأة المتزوجة في زواج مختلط أن تعطي الجنسية للأطفال ديالها جنسية مغربية. باش نتكلموا اليوم كذلك على قانون 12/19 اللي تتكلم على عاملات وعمال المنازل. باش نتكلموا كذلك اليوم على الورش الوطني الكبير اللي مفتوح من اجل تعديل قانون الاسره، واللي كذلك الحركه النسائيه والحقوقيه. سنواصل الحديث عن هذا الموضوع. لا شك ان كانت لكم الكثير من التصورات حول هذه المدونه الجديده التي اثارت نقاش عام داخل الاوساط المغربيه، كان لكم مجموعه من التصورات مقترحات لهذه المدونه. ما هي ابرز النقاط التي ترون ان مدونه الاسره يجب أن تتغير فيها أو يغيرها من يقف عن هذه المدونة؟ كائتلاف نسائي مع مجموعة ديال الجمعيات النسائية والحقوقية وضعنا كذلك مذكرتنا المطلبية من أجل مراجعة قانون الأسرة، ومن مطالبنا الأساسية ذات أولوية، لأن سنعتبر أن قانون الأسرة اليوم هو قانون اللي كان فيه ثغرات وفيه اختلالات ومشاكل، وكذلك كاين قضايا كثيرة اللي كانت النساء في المحاكم تطلب الحق ديالها. باش نتكلموا على أول نقطة واللي هي مهمة جدا، هو تنطالبوا بالحذف الكلي الفصول المتعلقة بتزويج الطفلات، الفصل 20 21 22. اليوم حان الوقت باش نشجعوا الطفلات باش يمشيوا للمدرسة، باش يتمتعوا بكل الحقوق الإنسانية اللي هي موقع عليها المغرب في اتفاقية حقوق الطفل. اليوم حان الوقت أننا نوقفوا أمام أي واحد تتخول لنفسه أنه يزوج هاد الطفلات هما باقين صغيرات. إذا حنا تنطالبوا أن الزواج خصو يكون في 18 سنة حسب اتفاقية حقوق الطفل. كذلك باش نتكلموا على إثبات النسب والمشاكل العالقة عند النساء اللي أمهات عازبات اللي عندهم أطفال بدون هوية، بدون وثائق إدارية، بدون أنهم يقدروا يقراوا ويتمتعوا بالتطبيب، يتمتعوا بالحقوق إلى آخره. إذا اليوم حان الوقت كذلك باش يكون عندنا الخبرة الجينية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات النسب. إذا عندنا اليوم علم، عندنا اليوم تطور في بزاف الحويجات، إذا كذلك ناخذ بعين الاعتبار أن كاينه واحد الحقوق هي مهضومة لواحد مجموعة كبيرة ديال الأطفال والطفلات داخل المغرب. باش نتكلموا على تقسيم الممتلكات، هو التراكم اللي تيجي اثناء العلاقه الزوجيه اللي في اخر المطاف، وغالبا النساء ما تيستافدوش من هذه الممتلكات، ما تيستافدوش من هذاك العياء وهذاك التعب اللي تتعيشوا بشكل يومي داخل الاسره، ولكن في اخر المطاف نتحدث الان هنا عن جانب من جوانب الارث، ماشي لا نتكلم فقط على التراكم ديال الممتلكات.
اننا في الوقت تراكم الممتلكات حنا كزوجين داخل ديك الاسره، اكيد نهار يكون طلاق وشقاق بين الزوجين ان خصو يكون تقسيم هذوك الممتلكات، لان هذيك الممتلكات هي متراكمه بتعب الطرفين. اذا خاصها تكون كذلك مسجله في عقد الزواج من اجل ان ما يكونش واحد ظلم لاحد الطرفين. كذلك تنتكلموا على الولايه القانونيه لليوم. هناك عدة نساء اللي حاطين الملفات ديالهم في المحاكم من أجل فقط أنهم يسجلوا أطفالهم ولا يسجلوا أطفالهم في المدارس العمومية، ولا أنهم يسفروهم خارج الوطن، ولا أنهم ينجزوا لهم جوازات السفر إلى آخره. إذا اليوم باش نتكلموا على المسؤولية الأسرية للأطفال خصها تكون مسؤولية مشتركة إداريا وكذلك تربويا. ما ممكنش حنا نخليو التربيه للام وباش نتكلموا على ما هو اداري تنعطيوه للرجل. اذا اليوم حان الوقت كذلك ان نتعاد النظر في هذا الفصل. كذلك باش نتكلموا على الارث بالتعصيب. اليوم الارث بالتعصيب خلق واحد المشاكل كثيره عند الاسر اللي عندهم بنات، عندهم فقط اناث، وهنا باش تتوفى احد الطرفين تيدخلوا الاعمام باش تتقاسموا معاهم هذه الممتلكات. اذا حان الوقت كذلك باش يكون عندنا اجتهاد، لان اليوم عندنا واحد المشكل خطير يمكن نسجلوه، لان كاينه مشاكل ديال هاد البنات اللي تيخرجوا بواحد القليل من داك الارث اللي تيتراكم من عند الابوين. تحدثت عن الارث سيده بشرى، الا تعتقدين ان طرح هذا الموضوع، موضوع الارث، او انكم ترفضون مثلا تعدد الزوجات كذلك، هي مواضيع قد ربما تخلق جدلا داخل الأوساط المغربية خصوصا، وأن المجتمع المغربي دعينا نقول أنه مجتمع محافظ؟ بالطبع هو فاتح جدل وفاتح نقاش داخل المجتمع، ولكن كذلك المجتمع هو واعي بأن كاينه مشاكل. ممكنش نتكلموا على شي حاجه واللي ما كايناش، ولا ان المحاكم لا تتناولها، ولا الاسر ما تتعيش المأساة والمعاناة اليوميه. باش نتكلموا على تعدد الزوجات، هو شحال النسبه ديال تعدد الزوجات اليوم في المغرب؟ هو ضعيف جدا بل منعدم نوعا ما. اذا لا داعي ان نبقى عندنا داخل قانون الاسره. كذلك من اجل اننا نحافظوا على واحد الارث ديال واحد الاسره بناتها بنوها المكونات ديال ديك الاسره، الاب والام والاطفال. اذا هذيك البنات كيفاش اليوم اننا البنت انها تتراكم داك الثروه مع داك الاب وداك الام، في الوقت اللي توفى احد الطرفين تتلقى راسها انها تتقاسم الاثاث مع اشخاص هما لا علاقه لهم بهم فقط لانهم قرابه اسريه، ولكن ما عمرهم ما زاروا الاب ولا الام في الوقت اللي كانوا مرض، ولا في الوقت اللي كانوا محتاجين، ولا في الوقت اللي كانوا دوك البنات محتاجين ولو من يدق ابواب المنازل ديالهم. اذا اليوم خاص ضروري كاين اجتهاد، كاين علماء اللي خصهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه المآسي الاسريه اللي كاين عندنا في المغرب. واضح. سيدة بشرى عبدو، المنسقة الوطنية للائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، شكرا جزيلا لك. حدثنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شكرا جزيل الشكر.